السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جيت لكم بوصفة حلوة جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض الايس كريم وبمكونين اتنين بس. يلا بينا، حطي لايك للفيديو ويلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ايه وطريقة التحضير. اول حاجة عندي مانجا متفرزة. دي كده مانجا كانت عندي في الفريزر، انا طلعتها وهضربها كويس جدا جدا في الخلاط او في الكبة المتوفر عندك اشتغلي بيه. انا هنا بضربها في الكبة، اضربها كويس قوي لحد ما كل التكتلات تدوب خالص. ومهم جدا يا جماعة ان احنا نضربها وهي متلجة علشان ما تنزلش اي سوائل. انا مش عايزة اي سوائل خالص تنزل من المانجا. انا بس طلعتها من الفريزر، هديت حوالي 10 دقايق وابتديت ان انا اشتغل فيها واضربها. هنا بعد ما ضربت المانجا بتاعتي عايرتها في الكوبايات، لقيتهم عملوا معايا 3 كوبايات. 3 كوبايات دول هنحط عليهم باكو من كريم شانتيه. وانا هنا استخدمت دريم. تقدري لو عندك كريم شانتيه خام او محلى، حطي نص كوباية على 3 كوبايات مانجا. وهنضرب كويس جدا لحد ما القوام يفتح معايا، اللون هيفتح معايا قوي والقوام هيبقى هش كده زي الكريم شانتيه. بس هو يعني احنا مش هنحط اي سوائل خالص. حسيتي ان القوام تقيل معاكي مش راضي يلف ولا في الخلاط ولا في المضرب، نقدر ان احنا نضيف ربع كوباية من المية او ربع كوباية من اللبن. يعني تقدري ان انت تحطي كريم شانتيه في الكب على المانجا او في الخلاط على المانجا وتضربي. بس انا بحب الايس كريم اكتر اعمله بالمضرب، فلو مش متوفر عندك المضرب الكهربائي ما فيهوش اي مشكلة، تقدري تكملي ضرب عادي في الكبة بتاعتك او الخلاط. بعد كده، بعد اما القوام وصل معايا للشكل ده واللون بقى فاتح ازاي، حطيته في علبة. وهبدأ ان انا اخرج كل الفراغات من الايس كريم بان انا اهبد العلبة هبدتين كده على الرخامة بحيث ان كل الهواء يطلع. وهقفل بقى العلبة باحكام واحطها في الفريزر لمدة 6 ساعات، وممكن نسيبها لتاني يوم مش مشكلة. كده ده كده بعد 6 ساعات انا طلعتها. طبعا احنا لو ما عندناش المعلقة بتاعة الايس كريم مش هنعمل ايس كريم، لا طبعا نعمل ايس كريم ونتصرف نحاول نعمل شكل البولات باي حاجة عندنا. فده ديت كده الكوبايات المعيارية، ديت المقاس الربع، مقاس الربع كوباية. انا بعد ما طلعت الايس كريم من الفريزر سبته حوالي كده 5 دقايق يهدى من التلج او من البرودة بتاعته شوية، علشان نقدر ان احنا نطلعه كده بالمعلقة ديت او بالكوباية دي بكل سهولة. وعمل معايا شكل البولات اللي احنا بنشتريها من بره، وحاجة في منتهى الجمال. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي، ومش تلج مش تلج خالص، وطعمه كريمي وفي منتهى الجمال. اهو بيطلع معايا بكل سهولة. ايه رأيك؟ يبقى احنا هنا عملنا الايس كريم بتاعنا بمكونين اتنين بس، مفيش غيرهم، المانجا والكريم شانتيه. واتفقنا ان احنا لو حسينا القوام تقيل معانا في الخلاط او في الكبة والخلاط مش راضي يلف معايا، هحط ربع كوباية من اللبن او ربع كوباية من المية المتوفر عندك حطيه. وبس كده، وهنحصل على احلى كريم شانتيه، على احلى ايس كريم كريمي وطعمه طبيعي، وحاجة في منتهى الجمال وفي منتهى النظافة عاملينها لولادنا في البيت. ايه رأيكم؟ شايفين الجمال. ولزوم التزيين حبيت ان انا ازين. هنا كان عندي صوص بطعم التوت، حطيته كده على وش الكاس، عملت خطوط كده رايح جاي.
وكمان هحط صوص كراميل. التزويق دوت بقى والديكور دوت زي ما تحبوا، كل واحد وعلى حسب ما يحب. ممكن تسيبيه سادة، ممكن ترشي رشة فارماسيلا، ممكن تحطي صوص شوكولاتة، ممكن تحطي اي حاجة متوفرة عندك في البيت انتي حباها تضيفيها لنكهة المانجا. وبس كده، وده شكل الايس كريم بتاعي. ايه رأيكم؟ مستنية اشوف رأيكم في التعليقات، وتجربوا النتيجة وتجربوا الطريقة وتيجوا تكتبوا لي تحت برضو في الكومنتات. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي، ومع الف مليون سلامة.